المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإثرية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. جهود لتنظيم وتوعية المرأة الريفية. دعوة لإعادة المال الموزع عبر برنامج الادخار والقروض المصغرة. جهود لضمان إرساء الخدمات الاجتماعية في جنوب دنكاريا. نيجيريا تقرر إعادة مئات من مواطنيها في جنوب إفريقيا إثر اعتداءات. كوريا الشمالية تطلق مقذوفين وتدعو واشنطن إلى استئناف المفاوضات. وحكومة جوزيبي كونتي تنال ثقة البرلمان الإيطالي. السلام عليكم ورحمة الله. قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل إن العمل يجري بمنح الأولوية لتعزيز مشاركة المرأة في الريف النائي لتمكين استفادتها من برامج التنمية الجارية في محيطها. جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامته المرأة في ضواحي أم حجر وآيترف وقاتشيرو لتقوية التأطير والتنظيم، موضحة منح الأولوية لتوعية وتنظيم المرأة ورفع مشاركتها في التنمية، مؤكدة بأن المؤتمر الذي عقد في المنطقة يعكس السياسة الموجهة للأرياف النائية. وقالت مسؤولة الاتحاد في إقليم الكاشبركة السيدة يحدق يوهنس إن التأطير والتنظيم يهدف للمشاركة الفاعلة في البرامج الموضوعة والاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى توسيع التنظيم إلى القرى، مؤكدة بأن البرنامج سينفذ في الضواحي الأخرى. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية قلوج السيدة سناء التخلي أن الجهود الجارية لتأطير المرأة يتم في المجموعات والفروع المصغرة في الضواحي والقرى وتحقق نتائج مرضية. ويؤطر فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ضواحي أم حجر وآيترف وقاتشيرو أكثر من 3000 عضو. قدمت دعوة في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الحكومية ومدراء الضواحي ورجال الدين والأعيان في مديرية قلوج للزبائن والإدارات في المديرية للعب دورهم المنوط من أجل إعادة المال الموزع في مختلف الأوقات عبر برنامج الادخار والقروض المصغرة لتحسين الاقتصاد المعيشي من أجل إنجاح جهود البرنامج. وأوضح مسؤول البرنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية تسنية السيد تادسيم براهتو بأن فرع البرنامج في مديرية قلوج قدم ومنذ بدء نشاطه في العام 1998 وحتى 2019 328 مليون نقفة كقروض مصغرة ل29 ألف زبون، مما أسهم ذلك في الدور الكبير في تحسين الاقتصاد المعيشي، داعيا الزبائن لتنفيذ واجباتهم والإدارات لتعزيز تعاونها من أجل إعادة 19 مليون نقفة لم يتم إعادتها حتى الآن. وناشد السيد تادسي برنامج الادخار والقروض المصغرة لخلق فرص لإقراض المواطنين ذوي الدخل المتدني بكمية مناسبة من أجل تحسين حياتهم الاقتصادية، وعلى المقترضين إعادة المال المقترض في أوانه، مشيرا إلى توسعة الخدمات المقدمة ماشيا مع تزايد أعداد الزبائن. من جهته ذكر مدير مديرية قلوج السيد دسي زر ميكائيل الزبائن لتسخير القرض في المصلحة المخصصة، وعليهم إدراك الأضرار التي تحدثها في حال لم يتم إعادة القرض في أوانه لأمثالهم وأنشطة المؤسسة، موضحا بأن إدارته ستتعاون بكل ما لديها لإنجاح البرنامج. هذا ويخدم برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديريات تسني وقلوج وهيكوتا وفورتو ساوا. قال مدير مديرية السرعة سيد وئيلة محمد علي إن الجهود تبذل لإرساء الخدمات الاجتماعية لسكان المديرية، وأوضح أن الضاحية ركب هي فقط التي تحصل على الخدمات، وتشهد الضواحي الأخرى نقصا في الخدمات لإشكالية الطرق، وتبذل الجهود لتمهيد الطرق لإدخال الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى وجود 3 رياض للأطفال و7 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة و42 نقطة لتعليم الكبار، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم لتلقي التعليم ومتابعتهم. وذكر عن إدخال خدمات مياه الشرب الصالحة في بعض الضواحي، وتجري الدراسات لإدخال المياه الصالحة في جميع الضواحي، ووجود مركز صحي وعيادتين، ويجري التفاهم مع الجهات المعنية لإرساء خدمات الكهرباء والاتصالات.
قام سكان ضاحية أبو بمديرية جنوب دنكاليا بنفير بالتعاون مع أعضاء قوات الدفاع في المنطقة لرعاية أشجار النخيل ونظافة بيئتهم. وقدم مدير مديرية جنوب دنكاليا سيد برهان مزقبي في المناسبة توضيحا حول أهمية الأشجار وأشجار النخيل على وجه الخصوص، مشيرا إلى وجود برنامج لتنظيم النفير 5 أيام في الأسبوع بتقسيمهم في 5 مجموعات، داعيا المواطنين لتعزيز المشاركة لأهمية فوائد النفير. وذكرت السيدة آسيا علي والسيد محمد همد من سكان أبو عن سعادتهم لاخضرار منطقتهم التي كانت مجدبة دوما، مؤكدين العمل بموجب البرنامج الموضوع. ويشير تقرير وزارة الزراعة إلى نمو 4770 شجرة نخيل من التي تم زراعتها في أبو وتنمو جيدا. في غضون ذلك أقام سكان ضاحيتي أبو وحرسيلي لجان لرعاية شتول الأشجار التي تم زراعتها في محيط المنازل. وتبعد أبو مسافة تبلغ حوالي 29 كيلومترا إلى الجنوب من عصب. في إطار المساعدات والدعم المقدم لأسر الشهداء لا زال يقدم موظفو المؤسسات الصحية في إقليم شمال البحر الأحمر دعما ماليا لأسر الشهداء بقطع نسبة معينة من رواتبهم شهريا. وفي مناسبة تسليم الدعم المالي التي جرت في 9 سبتمبر لتقديم الدعم المالي الذي تجمع هذا العام بقطع 3% من الرواتب شهريا إثر مبادرة اتخذوها لرعاية أسرتين من أسر الشهداء، أوضحوا عن تعزيز أنشطة الدعم أكثر من ذلك. من جهته قال مسؤول المكتب في الإقليم السيد تسفاي سيون إن المبادرة التي اتخذها الشباب مدركين بأن مسؤولية الشعب والحكومة مسؤوليتهم خير دليل على القيم السمحة والثقافة الإريترية النبيلة، مناشدا المواطنين لاتباع المبادرة وعدم ترك مساعدة أسر الشهداء على عاتق الحكومة فقط. من جهته أشار مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد إسماعيل عثمان بأن الدعم الذي قدمه الموظفون الشباب في مكتب الصحة بالإقليم يرفع معنويات الأسر وينبغي مواصلتها واتباعها، مؤكدا جاهزية وزارة العمل واستعدادها للوقوف إلى جانبهم. وعبرت الأسر عن فخرها بأن العمل النبيل الجاري لرعاية وعناية أسر الشهداء الجارية عبر الحكومة والمؤسسات الخاصة غير شاهد على قيم رعايتها لأبنائها الأبطال والحفاظ على أحدهم، وقدمت شكرها للشباب. هذا وتوجد في إقليم شمال البحر الأحمر 75 أسرة شهيد تدعم عبر الشباب الموظفين في 12 مؤسسة. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. أعلنت نيجيريا أنها ستعيد 600 شخص من مواطنيها المقيمين في جنوب إفريقيا إلى البلاد إثر أحداث العنف التي استهدفت الأجانب في هذا البلد الإفريقي وأدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل. كما تسببت هذه الأحداث في توتر العلاقات بين البلدين، ويقيم 10,000 نيجيري في جنوب إفريقيا التي يعتقد بعض مواطنيها أن الأجانب ينافسونهم في سوق العمل. وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا الأسبوع الفائت 3 أيام من أعمال شغب ضد أجانب خلفت 12 قتيلا على الأقل ودمرت مئات المتاجر وتم إحراق شاحنات. وأوقفت السلطات أكثر من 420 شخصا مشتبه بتورطهم في أحداث العنف. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين باتجاه البحر بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي للأنباء في اختبار يأتي بعيد اقتراح بيونغ يانغ على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر سبتمبر الجاري. قالت رئاسة الأركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن المقذوفين أطلقا من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية وسقطا في بحر اليابان بعدما اجتازا مسافة 330 كيلومترا تقريبا. وقال مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى إنه أبلغ بالتجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة، مؤكدا أن واشنطن تراقب الوضع مع حلفائها في المنطقة.
أتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونغ يانغ رغبتها في استئناف المفاوضات الأمريكية الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترحاب. نالت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة بعد مناقشات صاخبة في مجلس النواب، ومنح 343 نائبا ثقتهم لحكومة الائتلاف من أصل 606 شاركوا في التصويت، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت. وقال كونتي أمام النواب إن المواطنين يتوقعون منا خطابا وعملا بمستوى مهامنا ومزيدا من الإنسانية، مشددا على وجوب إعادة الثقة في المؤسسات. وعرض كونتي برنامجا أطلق عليه اسم ميثاق سياسي واجتماعي يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي، مؤكدا عزمه على النهوض بالبلاد تحت شعار التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية. وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة أدت الخميس اليمين الدستوري أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبل أن تعقد أول اجتماع لها، ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في عام 2023. قال خبراء صحة عالميون إنه يمكن القضاء على مرض الملاريا في غضون 30 عاما، وإنه يجب على منظمة الصحة العالمية عدم التقاعس عن تحقيق هذا الهدف. وفي تقرير يتناقض مع نتائج توصلت إليها مراجعة للملاريا قادتها منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، قال 41 أخصائيا إنه يمكن القضاء على الملاريا تماما بحلول عام 2050. ولكن التقرير قال إنه لتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومات والعلماء ومسؤولي الصحة العامة ضخ قدر أكبر من الأموال والاستعانة بالابتكارات لمكافحة هذا المرض والبعوض الذي ينقله، وهو ما يحتاج إلى طموح والتزام وشراكة بصورة لم تحدث من قبل. وتعد الملاريا أحد أقدم وأكثر الأمراض فتكا في العالم. أصابت الملاريا 219 مليون شخص تقريبا في عام 2017، وأودت بحياة نحو 435 ألفا منهم، أغلبهم من الرضع والأطفال في أفقر المناطق في إفريقيا. وكامودريتش من ركلة جزاء فيما عادل أصحاب الأرض بفضل البديل تمكن خليل زاده. انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.